بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي، يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. لايك بقى وشير وسبسكرايب لأكلة في مطبخي. النهاردة معانا أكلة اقتصادية وأكلة مفيدة جدا وأكلة بسيطة. معانا بقى البسارية. بصوا، هي حاجة بسيطة وبمبلغ بسيط جدا، يعني الكيلو بيبقى ب10 جنيه بالكتير اوي، لو غدا بتبقى ب15. انا ده جايبة نص كيلو بس، وهيعمل معايا صينية كبيرة. هتشوفوا معايا دلوقتي، وهي مفيدة جدا للعظم وفيها نسبة كالسيوم كبيرة. وطعمها حلو قوي. اول حاجة بقى هنجيبها، تجيبي البسلة. انا جايبة نص كيلو بس. بشيل كده، بصوا من الجنب اهو بطنها، بطلع الراس كده على طول، بشيلها بايه؟ بالراس بتاعتها، البطن بالراس كده والديل اهو، بطنها بالمقص كده وراسها والديل كده اهو. وريتكم، هكمل بقى وارجع لكم تاني. هنا بقى سبتها لاختي تكمل. انا هنا عند ماما، انا ساكنه جنبها يعني، فتلاقوني اوقات كتير بصور عندها. اوقات عندي واوقات عندها، يعني عندي بقى هنا صينيه اهي، مقاس واسع مش صغيره. هجيب حوالي 6 طماطمات كده، هقطعهم مكعبات صغيره. نقطع الكميه كلها مكعبات. من ألذ صواني السمك فعلا، اللي هتجربوها هتحبوها. بتبقى ريحتها كده جايب قلب الشارع كله، مش البيت بقى، الشارع كل في الشارع بيشم الريحه بتاعتها، ريحتها حلوه قوي. هقولك عليها بقى بكل تكاتها وتفاصيلها كده، هتعشقيها مش هتبطلي تعمليها. خلصت هنا الطماطم. الفلفل بقى، عندي الفلفل بشيل بس القمع بتاعه من فوق، بكون غسلاه طبعا، وبقطعه قطع ناعمه كده، مربعات ناعمه خالص اهي. زي ما انتم شايفين اهو. حوالي 5 6 قرون كده، وحسب الكميه انت عايزاها. انا بكتر فيها خضار. ممكن برضو تزودي لها واحد سبايسي، بس انا ما حطيتش، لان انا حطيت لها شطه اللي هي ريحه الشطه التانية، فعملت الفلفل الاخضر ده بارد. هنا خلصته. هنزل بقى هنا حوالي ب6 7 فصوص توم كده، معلقه ملح صغيره كده عشان تنعم معاكي التوم بسرعه. في الصلايه بقى وفي الهول كده هنزل بقى على الارض ادقهم كده. هحط عليهم بقى معلقتين هريسه شطه. هقلبهم مع بعض، وهنزل عليهم هنزل على الخليط اللي انا كنت عاملاه، الطماطم والفلفل كده، ده توم وهريسه شطه متفقين كده، والملح كده. هسيبها بقى، كانت اختي لسه بتنضف فيها. هنا بقى عندي توم دقيته وحطيت عليه قرن فلفل كده ملون. هنعمهم مع بعض، وهنزل عليهم بمعلقتين كده هريسة شطة. برضو ممكن كنت تستغنى عن الفلفل الاخضر ده وحط هريسة شطة بس، او تحطي الاتنين مع بعض، او الاخضر بس الاحمر بيخليها طعمها حلو. عندي صينية هنا بقى، هجيب بتنجان كوبي او بتنجان طويل، بس ده اللي كان متوفر يعني دلوقتي. هوريكي بقى طريقة حلوة اوي للبتنجان. بصي، هتعشقي البتنجان، مش يعني مش هتسهي انك تاكليه كل يوم بالطريقة دي. وهوريكي طريقتين بقى لتقطيعه برضه. هو بنقطع كده الواحدة بنقسمها من اتنين ونقطعها. بص اهو من الجنب كده، ونفتحها من النص عشان نحشيها. دي بقى طريقة تانية، قطعتها بالطول هنا اهي، قطعت الواحدة 4 وفتحتها من الجنب.
اهي تقطعيها ايه اتنين، وبعد كده تقطعيها كل واحدة اتنين تاني، وتفتحها من النص كده. ولو طويل هتبقى الفتحة بتاعته العادية، فجربيه هتحبيه جدا يعني. تحشي بقى بالخليط اللي انتي عاملاه التوم على معلقة ملح صغيرة خالص عشان هرسة الشطة تبقى فيها ملح، وعلى هرسة الشطة، وانا حاطة قرن فلفل كمان ملون كده معايا. وتحشي بقى البتنجان بتاعك كله. ده بقى هنعمله في الفرن، هنقليه في الفرن كده حاجة كده بصي، تحفة تحفة تحفة. طويل بقى كوبي المتوفر عندك متواجد عندك، يعني مش شرط نوع معين. كده خلصنا اهو الحشوة كلها. هحط عليها معلقتين يعني شوية زيت كده، هرش عليه كده زي قيمة 3 4 معالق. عندي هنا فلفل اخضر، بصي افتحيه من فوق كده من عند من الراس بتاعته كده، ما تشيليش اللي هو العين بتاعه ده، تسيبيه فيه، ده هيتشوى كده بيه. هنا البصارية خلصتها وغسلتها كويس قوي، بس من غير ما تحطي ايدك فيها كتير، تحت الحنفية كده في مصفى وتغسلي فيها، ما تمديش ايدك في السمك كتير عشان ما يتزفرش يعني، خصوصا سمك البحر ده. بصي بقى، وقلبت هنا التوم بقى مع هرسة الشطة مع الفلفل الاخضر مع الطماطم، يعني وانتي بتعملي اصلا ريحتها بتبقى قلبة الشقة وانتي بتعمليها. هجيب هنا ليمونتين كبار خالص، او لو ليمون صغير هتعملي 4 5 كده، عصرة بسيطة كده وانتي بتقطعي كده كده بيتعصر معاكي. وتقطعي القشر بتاعه. هنا كنت رسيت الكمون، بص هو ده كمون على كزبرة على شطة حمراء على ملح، احنا بنعمله هنا كده. انتي ممكن لو عندك كمون وكزبرة لوحدهم بتحطي عادي. وهنقطعه بقى الليمون كده شرايح رفيعة خالص، بتدي طعم بقى وبتبقى طعمها حلو، انا بحبها قوي. انت تاكليها الدقيقة تبقى طعمها حلو قوي على الوش كده، تدي شكل حلو. دي بعد ما خلصتها احط لها زي معلقتين زيت كده، مش هكتر. اولا هي موفرة وصحية وشكلها حلو قوي وطعمها بقى جميل جدا. اهو البتنجان طلع من فرن، بس هو بقى شكله كده بس طري جدا وبقى طعمه حلو قوي، بتبقى ريحته جميلة احلى من البتنجان المقلي التاني بكتير يعني. والبسارية اهي في الفرن كده مقربة تدخل على السوا، هي مقربة تطيب، مش بتاخد حاجة على فكرة. في البوتاجاز انا دخلتهم فرن البوتاجاز العادي، الفرن الغاز. بصي بتعلي النار من تحت ومن فوق، ولو في فرن البوتاجاز برضو هتعلي، لان الحاجات دي بتحب نار عالية، السمك بيحب النار العالية مش هادية. يعني في الفرن ده او ده هتعلي، شوف انا معليه من تحت ومن فوق ازاي. والفلفل المشوي اهو بشويه في الفرن، ولو طبعا مش متواجد عندك على عين البوتاجاز، انا ساعات بعمله عندي انا فوق كده يعني. وتعلي اهم حاجة النار. خلصت اهو الفلفل بتاعي. وهي البسارية بتكمل سواها، او حسيت ان هي محتاجة زيت وانتي بتطيبيها تحطي لها كده معلقتين. الفلفل بقى هو على عندي فصين توم كده بقشرهم، او ممكن من غير قشرهم يعني اللي يريحك، بس بتديلي ريحة حلوة قوي بقشره كده. وحبة ملح، بتظبطي ملح بقى اللي هنحطه عليه مية، وانتي بقى تدوقي المية بتاعتك. انا عندي مية مكان التوم الحاجات دي حطيتها، بس هي مية عادي من الحنفية، بتظبطي بقى بتدوقيها كده الملح بتاعك كده. ودي البسارية بتاعتنا بعد ما طلعت ما خدتش حاجة خالص، والله والله ريحتها كانت قلب الشارع فعلا، تحفة جدا وخفيفة. وبصوا يعني طعمها بصي تاكل حاف كده يعني. وبصوا من نص كيلو يعني هتعملي اهو كمية حلوة مش وحشة يعني. لو كيلو هيعملك طبعا هي اكتر من كده يعني، نص كيلو يعني ب5 جنيه، او يعني مش مبلغ، وحلو قوي وهتوكل البيت كله، حاجة مفيدة ومش شاربة زيت، وطعمها والله العظيم خرافة. جربيها وان شاء الله هتعجبك.
اهي بقى شكل الاكل. وده مش بقى ماما عاملاه كده باللبن الرايب، مش الجبنه القديمه التانية، لا ده مش كده بتعمله استعجاله كده، بتبقى حاطه في التلاجة على طول بتستخدمه. غير المش بقى الجبنه القديمه التانية، لا ده بتعمله بقى باللبن الرايب عندها كده. وده البتنجان شكله تحفه وطعمه روعه. وجرجير بقى وعيش طري. من احلى الاكلات اللي هتجربوها وهتحبوها. بحبكم في الله، اشوفكم